السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو بكل صراحة وعمق على موضوع مهم برشا عباد. إذا أنت تو قاعد تتفرج الفيديو هذا يمكن قلبك مثقل ومخك ما عادش لاقي راحة. كل مرة تحاول تنسى ترجع لك الذكريات، الكلام اللي وجعك، الوعود اللي ما صارتش، الدموع، السياح، والاعتذارات الفارغة اللي تعاود نفس الحكاية كل مرة. يمكن ساعات تسأل روحك علاش ما نجمش ننسى، علاش ما زلت نتألم، علاش ما نجمش نخرج من الدوامة هذي. أول حاجة نحب نقولها لك، أنت مش مجنون، أنت مش ضعيف، وزيادة مش بالضرورة أنت السبب اللي صار لك. أنت إنسان مر تجارب صدمات عاطفية عميقة، من علاقات سامة خلات في داخلك جروح ما تبردش بسهولة، جروح خلاتك تدور في نفس الحلقة المؤلمة مرة بعد مرة، وتحاول تلقى تفسير لنجاحات ما عندهاش تفسير. واليوم باش نحاولوا نفهموا مع بعضنا كيفاش العلاقات السامة تأثر على النفسية متاع الإنسان، وعلاش الخروج منها سعيد، والأهم كيفاش تنجم تبدأ رحلة تعافي وترجع تبني روحك من جديد. اليوم باش ناخدوا رحلة كاملة وطويلة باش نبدأ فاهم شنو يصير داخل التفاصيل، بعدين كيفاش تقطع اتصال تمام، تعالج الجرح العميق، تعاود بناء نفسك من الصفر، وأخيرا تحمي قلبك وعقلك باش ما ترجعش نفس الدائرة أبدا. الفيديو هذا طويل ومفصل برشا باش يفيدك فعلا، يكون مرجع ليك. خذ راحتك كاملة، اجلس في بلاصتك هادي، اشرب قهوتك، ولا كي خلينا نبداو الرحلة هذه خطوة خطوة. اليوم باش نعملوا رحلة كاملة وطويلة مع بعضنا، رحلة يمكن تبدأ صعيبة شوية، أما في آخرها تنجم تلقى راحة كنت تستنى فيها من مدة طويلة. باش نبداو أول حاجة، شنو قاعد يصير في داخل التفاصيل، علاش الوجيعة مازالت موجودة، وعلاش بعض الذكريات ترجع رغم إنك تحاول تنساها. بعدها باش نحكيو على كيفاش تنجم تقطع الاتصال نهائيا مع العلاقة السامة، مش كان بالجسد أما زاد بالعقل والمشاعر. من بعد باش نتعمقوا في كيفية معالجة الجرح اللي خلته التجربة هذه داخلك، الجرح اللي يمكن ما يشوفه حد أما أنت تحس بيه كل يوم. وبعدها باش نشوفوا كيفاش تعاود تبني روحك من جديد، كيفاش ترجع ثقتك بنفسك وترجع تحس بقيمتك اللي يمكن نسيتها وسط الألم والتعب. في الجزء الأخير باش نحكيو على أهم خطوة، كيفاش تحمي قلبك وعقلك في المستقبل باش ما ترجعش لنفس الدائرة المؤلمة مرة أخرى. الفيديو هذا طويل ومفصل برشا، مش معمول باش تسمعه وتنساه، معمول باش يفيدك فعلا، وباش يكون مرجع تنجم ترجع له كل ما تحس روحك ضايع أو محتاج تذكر بعض الحقائق المهمة. لذلك خذ راحتك كاملة، اقعد في محاولة الدقائق الجاية تعطي نفسك شوية وقت، خاطر يمكن من مدة طويلة وانت تعرفي الوقت والطاقة للناس الكل تنسى روحك. اليوم الدور عليك انت، يلا بينا نبدأ الرحلة هذه خطوة بخطوة. من أكثر العلامات الواضحة متاع العلاقات السامة كلاعب العاطفي، يعني تلقى روحك ديما تحمل في مسؤولية الكل على ظهرك. أي مشكلة يصير، أي خلاف، أي توتر، في الآخر تلقى روحك أنت اللي تعتذر وأنت تلوم في روحك، وقت اللي ما تكونش غلط أصلا. مع الوقت تولي تشك في نفسك وفي أحكامك على الأمور. زادة فما حاجة خطيرة برشا يسميها الغازلاتينج، هي نوع من التلاعب يخلي الطرف الآخر يقنعك اللي أنت تتوهم، ولا بالغ في ردود أفعالك، ولا حاسس أكثر من اللازم. قل له الكلام هذا وجعني، يرد عليك أنت فهمتني بالغلط، أو أنت ديما تكبر في الحكايات، أو الحاجة هذه ما صارتش أصلا. بشوية بشوية تولي ما عادش واثق حتى في ذاكرتك ولا في إحساسك. أما من أخطر العلامات زادة الحب السريع والمبالغ فيه في البداية. في البداية تحس روحك كأنك لقيت الشخص المثالي، رساء طول الوقت، اهتمام كبير، كلام جميل بلا حدود، وعود ضخمة على المستقبل. كل ما تحافظ على علاقاتك الطبيعية يحسك بالذنب، حتى توصل مرحلة تولي فيها معزول عن الناس،
اللي كانوا سند ليك، وزادة ثم الإهانات المتكررة، أما الإهانات هذه نادرة، ما تجي بطريقة مباشرة، تجي مغلفة في شكل نصيحة، يقول لك أنا نحكي لمصلحتك، أو راني نمزح معاك، أو أنت حساس أكثر من اللازم، أما في الحقيقة كل كلمة تنقص من قيمتك، وكل سخرية ترجع ثقتك بنفسك، كل تعليق يحسسك إنك أقل من اللي تستحق، يخلي أثر مع الوقت، أثر يمكن ما تحسش فيه اليوم، أما بعد شهور ولا سنين تلقى روحك فقدت جزء كبير من ثقتك بنفسك. أما أخطر حاجة في العلاقة السامة الكل هي الدوامة اللي ما توقفش، تبدأ بتوتر، ثم انطلاق، ثم مشاكل وخلافات متكررة، وبعدها يجي الانفجار، كلام جارح، إهانة، خذلان، ولا أي نوع من الأداء النفسي والعاطفي، وبعد ما توصل الأمور لأقصى حد يجي الاعتذار، اعتذار قصير ووعود جديدة وكلام جميل يخليك تقول يمكن المرة هذه يمكن فهم غلطه، يمكن العلاقة تنجح، وبعدها تبدأ فترة هدوء مؤقتة، فترة يسميوها برشا ناس شهر العسل الوهمي، كل شيء يرجع به البعض أيام ولا أسابيع، أما للأسف في أغلب الحالات ما يكونش تغيير حقيقي. مع مرور الوقت ترجع نفس المشاكل، وترجع نفس الوجيعة، وترجع نفس الدوام من جديد، ولهنا يلقى روحه الإنسان عايش بين الأمل والخوف، يستنى النسخة الجميلة من الشخص اللي يعرفها في البداية، في نفس الوقت يتألم من النسخة اللي تجرحه كل مرة. وهذا بالضبط علاش الخروج من العلاقة السامة يكون أصعب برشا من مجرد قرار عادي. أما الجزء الأخطر في الحكاية هذه الكل هو حاجة يسموها المختصين الارتباط الصدمي. برشا عباد يخلطوا بينه وبين الحب، أما الحقيقة مش كل تعلق هو حب، ومش كل صعوبة في الفراق معناها الشخص هذا هو حب حياتي. أحيانا اللي يربطك بشخص مش حب، بل الألم المتكرر. كيفاش يصير هذا؟ دماغ الإنسان مبرمج باش يتأقلم مع أي نمط يتكرر عليه، تتعرض للإهانة، للخذلان، للخوف، أو لتوتر مستمر، الجسم يبدأ يفرز هرمونات التوتر كيف الكورتيزون والأدرينالين، تولي عايش في حالة ترقب، تستنى المشكلة الجاية، الخناقة الجاية ولا الصدمة الجاية، وبعد فترة من الألم فجأة يجي الاعتذار، يجي الاهتمام، يرجع الكلام الحلو، وترجع الورود، ويرجع الإحساس اللي كنت تتمناه. في لحظة هذه الدماغ يفرز مواد مرتبطة بالشعور بالراحة والسعادة كيف الدوبامين فتشعر بالراحة كبيرة، مش خاطر العلاقة ولات صحية، أما خاطر التوتر وقف مؤقت. وهنا تبدأ الأخطر دائرة نفسية ممكن يدخل فيها الإنسان، ألم، ثم راحة، خذلان، ثم اهتمام، جرح، ثم اعتذار. مع تكرار الدورة هذه مرات ومرات الدماغ يربط الراحة بنفس اللي سبب الألم من أصل، ولهنا يولي الأمر يشبه الإدمان العاطفي، مش لأنه الشخص هذا استثنائي ولا لأن العلاقة مثالية، أما لأنه عقلك تعود على مطاردة لحظات الراحة القصيرة اللي تجي بعد فترة طويلة من معاناة. ولهذا السبب برشا ناس يعرفوا اللي أعماقهم اللي العلاقة هذه تدمر فيهم، يعرفوا اللي تألمهم، يعرفوا اللي صحتهم النفسية قاعدة تتضرر، ويعرفوا اللي البقاء يكلفهم أكثر وأكثر، أما رغم هذا يلقاو صعوبة كبيرة في الرحيل، مش لأنهم ضعفاء، مش لأنهم ضعاف، مش لأنهم ما يفهموش الواقع، أما لأنهم داخلين في رابطة نفسية معقدة تخلي العقل والقلب يمشيوا في اتجاهين مختلفين. العقل يقول لازم نبعد، أما المشاعر تقول استنى يمكن المرة هذه بك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، المعركة بين الحقيقة اللي تشوفها بعينك والأمل اللي مازال متعلق داخل قلبك. كثير الأنماط ما تجي من فراغ، في برشا حالات تكون مرتبطة كيفاش تشكل التعلق متاعك من الطفولة. إذا كان في الصغر كان فما عدم الاستقرار العاطفي، الإهمال، العنف، أو حتى حب مشروط، يعني تحس روحك محبوب، كان وقت اللي تكون به العقل متاع الطفل
يتعلم حاجة خطيرة من غير ما يحس إن الحب يساوي توتر، مع خوف، مع فقدان، مع انتظار. وبشوية بشوية يكبر الشخص وهو يحمل نفس الخريطة النفسية، ولهذا نجم يلقى روحه ينجذب من غير ما يقصد لنفس نوع العلاقات اللي تعود عليها، علاقات فيها شد وجذب، قرب وبعد، حب وخوف في نفس الوقت. مش خاطر يحب الألم، أما خاطر هذا هو النمط في دماغه تعود عليه ويفهم. ومن هنا تبدأ تتشكل علامات واضحة تدل على الشخص مازال عالق في الصدمة. مثال: تفكير مستمر في نفس الشخص حتى بعد مدة طويلة، كأنه العقل ما ينجمش يفك الارتباط، إحساس قوي بالذنب كل مرة يحاول يبعد أو يحمي روحه، تبرير دائم للتصرفات المؤذية. يمكن كان عنده يوم سعيد، يمكن أنا اللي اتهمت بالغلط، يمكن يتبدل. ومع الوقت تولي تفقد ثقتك في قدرتك على الحكم على الناس والعلاقات، تولي تسأل روحك: أنا نغلط في الاختيار، أنا المشكلة فيا. وزاد يظهر خوف كبير من الوحدة، خوف يخليك تتمسك أي علاقة حتى لو كانت تجرحك، خاطر الوحدة تبدو أخطر من الألم اللي تعيش فيه. على المستوى الجسدي والنفسي، الجسم يبدأ يعبر على الضغط اللي تعيشه: قلق مزمن، اكتئاب، اضطرابات نوم، صداع متكرر وتعب دائما حتى كان ترقد ساعات كافية، كأنه جسمك حاضر في معركة طوال الوقت حتى وقت اللي ظاهر كل هادي. وهنا الفكرة اللي لازم تتفهم بوضوح: كل هالأعراض مش دليل إنك ضعيف، أما دليل إنك عايش ضغط نفسي كبير وممتد لفترة طويلة. والخطوة الأولى في التعافي هي إنك تبدأ تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، مش كما كنت متعود بررها أو صغرها. خطوات التعافي العملية: الخطوة الأولى والأهم على الإطلاق في الراحة التعافي هي قطع الاتصال التام. من غير هالخطوة أي محاولة شفاء تبقى ناقصة وممكن ما تعطيش نتيجة حقيقية. المقصود هنا مش مجرد تقليل التواصل، أما قطع كل الجسور اللي تخليك ترجع نفس الدوام. يعني عمليا تحضر كل رسائل التواصل ممكن: واتساب، انستغرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، حتى الحسابات الثانوية إذا موجودة، خاطر أي نافذة صغيرة تنجم ترجعك لنقطة البداية من جديد. وزادة من المهم برشا ما تراقبش الشخص هذا من بعيد، يعني إنك لا تفقد حساباته ولا تدخل تشوف أخباره ولا تبرر نفسك إنك مجرد متابع بسيط، خاطر المخ متاعك في فترة الارتباط العاطفي يكون ضعيف قدام أي محفز يرجع الذكريات. أما بالنسبة للصور والرسائل تنجم تحتفظ بيهم في مكان مخبي في الأرشيف إذا تحب، مش باش ترجع ليهم كل يوم، باش بل باش تكون تذكير لنفسك بالواقع وقت الضعف، مش تذكير الحنين، أما تذكير بالحقيقة الكاملة، مش الجزء الجميل فقط. الأهم ما تعودش ترجعهم بشكل يومي أو عادي، خاطر كل مرة ترجع لهم كأنك تفتح الجرح من جديد. زاد لازم تتجنب كل الأماكن اللي ممكن تقابلوا فيها تربطك بيه بالصدفة. أما إذا كانت العلاقة فيها أطفال مشتركين، هنا يلزم يكون التواصل محدود جدا وضروري فقط بطريقة رسمية ومنظمة، مش عبر رسائل عاطفية أو عبر وسائل واضحة ومحايدة قدر الإمكان. إذا لزم الأمر بطريقة قانونية أو عبر تطبيقات مخصصة لتنظيم التواصل. الفكرة الأساسية في الخطوة هذه هي إنك توقف التغذية العاطفية للرابطة اللي تستهلك فيك. كل الاتصال، كل نظرة، وكل متابعة صغيرة نجم تعيد التشغيل نفسه دون من جديد. تبدأ تقطع هذا الاتصال بشكل جدي وصارم. تبدأ أول خطوة حقيقية هي في استرجاع نفسك. في مرحلة لاحقة ممكن يرجع الشخص يحاول يعاود يفتح نفس الباب اللي سكرته بكلام كيما أنا بدل تماما، أنت الوحيد اللي تفهم، ما نعيش من غيرك. وهنا لازم تفهم حاجة مهمة برشا: هذا النوع من الرجوع يسموه في نفس هوفينج، يعني محاول سحبك من جديد العلاقة مش بالضرورة إنها تغير الفعل، أما لأنها فقدت السيطرة عليك أو فقدت وجودك في الدائرة متاعها. الكلام في هاللحظة ينجم يكون قوي مؤثر، خاطر يشد في أضعف نقطة: الحنين، الأمل والخوف من الفقدان. أما الأخطر هذه هو الاستجابة،
حتى رد صغير، حتى أو كيفاش أو مجرد فتح باب الحديث ينجم يعاود يشغّل نفس الإدمان العاطفي من جديد. خاطر العقل ما يفرقش بين التواصل بسيط ورجوع كامل، هو يعتبره إشارة أمل ويبدأ يفرز نفس الدوبامين القديم. ولهذا أهم قاعدة في المرحلة هذه الصمت التام وعدم الرد، مش انتقام مش قسوة، أما حماية للنفس من إعادة الدخول في نفس الدوام. في الأسابيع الأولى من القطع التام اللي باش يصير داخلك طبيعي جدا وسعيد في نفس الوقت. فراغ تقلق المزاج، صعوبة في النوم، أفكار ترجع تمشي وتجي، وشعور بالحنين حتى الشيء اللي كان يوجع. وهنا برشا ناس يظنوا إنه هذا دليل إنهم لازم يرجعوا، أما الحقيقة هي العكس. هذا اسمه انسحاب عادي. كيف أي إدمان، المخ متاعك يتعود على وجود شخص معين كمصدر توتر وراحة في نفس الوقت. لما يقطع فجأة يبدأ يحاول ينظف نفسه ويتعلق به. الفترة هذه مؤلمة أما ضرورية جدا، خاطرها المرحلة اللي فيها الدماغ يعيد ضبط نفسه بدون المحفز القديم. وبالتدريج كل يوم يمر بدون تواصل، كل يوم بلا متابعة، هو خطوة صغيرة نحو استرجاع توازنك النفسي. لو ما تحسش بالتحسن مباشر، التغيير يصير في العمق قبل العلن. الخطوة الثانية في المرحلة التعافي هي معالجة الصدمة العميقة. خطر قطع وحده ما يكفيش ديما، لازم تصير خدمة أعمق على الجرح اللي يخليك توصل للنقطة هذه. إذا كان عندك قدرة سواء ماديا أو نفسيا، أفضل خطوة تنجم تعملها هي إنك تمشي لمعالج نفسي مختص في الصدمات العاطفية. مش أي علاج أما علاج موجه للتجارب العميقة المؤلمة. أما برشا طرق علاج فعالة ومعروفة عالميا في المجال هذا. أنت آمن، أنت مهم، أنت تستاهل تعيش بسلام وحب حقيقي. الكلمات هذه في البداية تنجم تبان بسيطة، أما مع التكرار تولي تعيد برمجة الصورة اللي عندك على روحك. وبشوية بشوية تبدأ ثقتك ترجع من داخل، مش من نظرة الناس ليك. وهذا بالضبط اللي يقلل مع الوقت فرص إنك ترجع تنجذب نفس الأنماط السامة. خاطرك وقتها تولي تعرف قيمتك من داخل، مش تبحث عليها عند غيرك. رابع في التعافي هي بناء خطوط قوية ومعالجة الغضب المكبوت. خاطر بعد ما تخرج من العلاقة السامة برشا ناس يبقاو عايشين بنفس النمط تقديم، يسكتوا يتسامحوا برشا ويخافوا يقولوا لا باش ما يخسروش الآخر. أما الحقيقة إن الحدود مش أنانية، الحدود هي حماية للنفس. أول حاجة لازم تتعلمها تقول لا بدون تبرير طويل وبدون إحساس بالذنب. لا معناها كاملة، مش لازم تشرح كل مرة علاش، ومش لازم تقنع الطرف الآخر. بعدها لازم تحدد بوضوح شنو الأشياء اللي ما تتقبلهاش أبدا في أي علاقة مستقبلية. اكتبها. مثال: إهانة أي شكل من الأشكال، جهل متكرر، الأيام بدون تفسير، سيطر على أصحابك أو وقتك، كذب متكرر، تقليل من قيمتك أو مشاعرك. القائمة هذه ما تكونش مجرد كتابة وتنساها، أرجع لها كل أسبوع باش تتذكر روح الخطوط الحمراء اللي ما تتعداش. خاطر وقت اللي ما عندكش حدود واضحة أي شخص ينجم يتجاوزك بسهولة. وزادة من أهم الأشياء اللي لازم تتعالج هي الغضب المكبوت. الغضب مش عدوك، الغضب إحساس طبيعي وصحي، يجي هو إشارة إنه ثم حاجة تعدت حدودك أو جرحتك. المشكلة يصير وقت إني تكتم، تخليه داخل وتسكت عليه وتقول عادي، وهكا يتخزن في الجسد باش ينجم يطلع بعد ذلك في شكل توتر مزمن، قلق، صداع، أو حتى تعب جسدي مستمر. الحل مش إنك تقتل الغضب، أما إنك تخرجه بطريقة آمنة. اكتب في يوميات، فرغه على الورق بدون فلترة أو صرخ في الوسادة وقت تكون وحدك. أو في النهاية التعافي الحقيقي ماهوش فقط إنك تنسى الألم، أما إنك تتعلم تحمي روحك من تكرار نفس الألم مرة أخرى. الآن بعد ما شايفين الجرح، خلينا نتحدث على كيفاش تحمي نفسك في المستقبل.
علاقة بالعلامات الحمراء في الأسابيع الأولى من أي علاقة جدية، كلام حلو مبالغ فيه جدا وسريع، ووعود من مستقبل جميل قبل ما تعرف بعضكم أكثر. محاولات عزلة تدريجيا على أصحابك وعائلتك، عدم الثبات في المزاج، كلام يختلف كثير عن الأفعال. العلامات الخضراء حقيقية: احترام الحدود من أول يوم، ثبات عاطفي، تواصل صادق ومفتوح، تشجيع على نموك الشخصي والمهني، قاعدة ذهبية اللي لازم تحفظها: ما تدخلش علاقة جدية قبل ما يمر على الأقل سنة كاملة من بداية الشتاء. أعطي نفسك الوقت الكافي باش ترجع قوي وواضح. الشفاء مش خط مستقيم، هو عملية فيها طلوع ونزول، تحس فيها إنك تقدمت برشا، وأيام أخرى تحس إنك رجعت لنقطة الصفر، وهذا طبيعي جدا. فل في الشهر الأول أهم حاجة تركز عليها هي جسمك وروتينك اليومي، مش وقت تحليل الماضي ولا بحث عن إجابات في كل الأسئلة، أما وقت تهدئة الجهاز العصبي وإرجاع نوع من الاستقرار النفسي في حياتك، وتقليل المحفزات اللي تذكرك بالألم. تبدأ تلاحظ فرق واضح، بشوية بشوية المزاج يتحسن، التفكير يولي أوضح، والأفكار اللي كانت تدور في حلقة مغلقة تبدأ تخف حدتها. تنجم تلقى روحك أقل تعلق وأكثر قدرة على التركيز في حياتك. تكتشف حاجات جديدة فيك، هوايات كنت ناسيها، اهتمامات جديدة، ورغبة في بناء أهداف شخصية في عوض العيش في الماضي. هنا تبدأ تحس إنك ما عادش مجرد شخص يتعافى، أما شخص يعاود يبني حياته. سنة بعد عام كامل من الالتزام والصبر تنجم تلقى روحك بدلت بشكل كبير، مش فقط في المشاعر، أما في طريقة التفكير والاختيارات ونظرتك للعلاقات ولروحك. تولي أكثر قوة، أكثر وأكثر حب لنفسك، طريقة ما كنتش تتصورها في البداية. والأهم من هذا الكل إنك ما تعودش نفس الشخص اللي كان داخل في في نفس الدوامة، خاطر الشفاء الحقيقي مش مسح الماضي، أما تحويله إلى تجربة تفهمك أكثر وتخليك تختار أفضل لنفسك في المستقبل. ذكر ديما حاجة مهمة: فما أيام باش ترجع فيها الحنين، فما لحظات باش تشك في روحك، وفما أوقات تحس فيها كأنك رجعت لنقطة البداية. وهذا الكل طبيعي جدا في طريقة التعافي. الأيام هذه أهم حاجة تعملها هي إنك تذكر روحك بالحقيقة كاملة، مش باللحظات الحلوة النادرة اللي تخدع الذاكرة. تذكر الألم الحقيقي، توتر، خذلان، دوران في نفس الدوام، وشنو كنت تعيش فيه فعليا، مش شنو كنت تتمنى يكون. كل يوم تختار فيه روحك، كل مرة تحمي فيها قلبك، وكل لحظة تقول فيها أنا نستاهل أفضل. هي في الحقيقة انتصار صغير، انتصارات صغيرة تتراكم مع الوقت وتصنع تغيير كبير من غير ما تحس. إنك تستاهل حب هادي، محترم، آمن، ومتبادل. تستاهل تعيش من غير خوف دائم ومن غير توتر يسرق منك راحة بالك. تستاهل قبل كل شيء إنك ترتاح داخل روحك، وأنت قادر توصل هذا الكل حتى لو ما صدقتش هذا الكلام اليوم. باش تبدأ اليوم وما يلزمش خطوة كبيرة، يكفي حاجة صغيرة برك. اكتب 3 حاجات تحبهم في روحك، أو أعمل تمرين بس تنفس بسيط، أو اخرج امشي نص ساعة في الهواء الطلق وتخلي مخك يهدأ شوي. مع العقل الخطوات الصغيرة هذه تولي نتائج كبيرة وواضحة، وتخليك تشوف الفرق في نفسك، تفتخر باللي وليت عليه. وذاك حاجة أخيرة: أنتي مش وحدك في الطريق هذا، برشا ناس عاشوا نفس التجربة، نفس الألم، ونفس الدوام، وخرجوا منها أقوى، أهدى وأوعى. إذا الكلام هذا مس فيك حاجة، خذ أول خطوة اليوم حتى لو صغيرة. وإذا تحب نعاونك أكثر نجم تطلب تمارين إضافية أو برنامج يومي أو طرق عملية باش تكمل راحتك خطوة بخطوة. المهم تبدأ، واليوم ينجم يكون أول صفحة جديدة في حياتك. خليك صبور مع نفسك، قوي في قراراتك، وحنون على قلبك. التعافي ما يصيرش بين ليلة ونهار، أما خطوة بخطوة، وكل خطوة فيها انتصار صغير. وكل ما تكون قاسي على روحك
تذكر إنك في مرحلة بناء مش في مرحلة حكم على نفسك. خلي قلبك ياخذ حقه في الراحة، وعقلك ياخذ حقه بالهدوء، وروحك تبدأ ترجع تدريجيا حالتها الطبيعية. والله يكتب لك الشفاء التام والسلام الداخلي والراحة اللي تستاهلها من قلبك. نشوفك فيديوهات قادمة إن شاء الله.